لو تليفونك بطيء وتحميله تقيل مش زي أول ما اشتريته يبقى الفيديو ده ليك. النهاردة أقولك على سر بسيط جدا يخليه سريع كأنه لسه جديد، من غير ما تمسح ولا صور ولا تطبيقات ولا تعمل إعادة ضبط مصنع. ركز معايا خطوة بخطوة هتلاحظ الفرق بنفسك قبل ما الفيديو يخلص. قبل ما أقولك السر لازم تعرف إن الموبايل طبيعي يتقل مع الوقت بسبب الملفات المؤقتة والحركات الكتير اللي بتحصل كل ما تفتح تطبيق. الإعداد اللي هوريهولك دلوقتي بسيط جدا وهيرجعلك سرعة الموبايل كأنك لسه مشتريه جديد ومن غير ما تمسح أي حاجة. ويلا بينا نبدأ بالصلاة على النبي وتابع معايا الخطوات. أول حاجة نعملها ندخل على الإعدادات وننزل تحت كده ونضغط على معلومات الهاتف. بعدين ننزل تحت كده ونضغط على رقم الإصدار، نضغط عليه 7 مرات. هتلاقي في إشعار بيظهر معاك كده إن أنت فاضلك كام مرة. بعد ال7 مرات بيظهر لك الإشعار اللي تحت ده مكتوب عليه لقد أصبحت مطور برامج. بعد كده نرجع تاني وندخل على النظام. هتلاقي الخيار ده ظهر معاك خيارات المطورين، هندخل عليه. نفضل ننزل تحت شوية، ننزل تحت لغاية لما نجيب الخيارات المتحكمة في الرسوم. تمام ايه. نبتدي بقى ندخل على التلات خيارات دول، نغير بقى حجم الرسوم من 1 نخليها نص، والتاني والتالت، والخيار اللي ظهر معاك فوق ده عشان لو حبيت تقفل الميزة دي في أي وقت. جرب الخطوات دي وشوف الفرق بنفسك وقولي في التعليقات موبايلك بقى أسرع قد ايه. بس كده يا صديقي، لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من تيك ستريت. لو تليفونك بطيء وتحميله تقيل مش زي